انت عارف احسن من ان انت تقعد تشتغل ليل ونهار عشان تسيب لابنك فلوس عشان تأمن مستقبله. الأحسن ألف مرة إن أنت تديه الاهتمام والحنان، إن أنت تعلمه إنه يكون مبسوط، بإن أنت تبقى مبسوط في حياتك، مش طول الوقت قلقان وعمال تنحر في قلبك وعمال تشتغل تشتغل عشان أأمن لهم مستقبلهم. مستقبلهم بيتأمن بحاجتين: إن أنت تحبهم وتحتويهم، وإن أنت تعلمهم إزاي هم بإيديهم يعملوا فلوس. لأن أنت لما بتديلهم الحاجة على الجاهز مبقاش عارفين قيمتها، انتوا مش عارفين حجم في السنتر هنا، حجم الناس اللي اهلها ادوها فلوس بس ولا قدرت تستمتع بيها، او ضيعتها، او كانت الفلوس هي سبب ضياعها. ليه؟ لان هو اهلهم ما علمهمش ازاي يعني ايه فلوس اصلا، ازاي يعتمدوا على نفسهم، اهميتها، يعملوا بيها ايه، ازاي ينبسطوا صح. لان اهاليهم ما كانوش مبسوطين. انت مبسوط في حياتك؟ لا، انت ضحكت على نفسك ونحر قلبك عشان تعيش في ساقيه تفضل تلف فيها واسمك اصلا بعمل عشانهم. طب هم ده اللي محتاجينه؟ لا، هما مش محتاجين فلوس خالص، ومحتاجينك ان انت تكون مبسوط في حياتك، يبقى عندك حاجة تديها ان هي المشاعر والاهتمام. ولما تديلهم احتياجهم النفسي ده، وبعديها تعلمهم ازاي يحافظوا على الفلوس وازاي يعملوا فلوس، ساعتها مش هيبقى محتاجين لك. لان ببساطة انت فعلا ربيت شخص سوي، ربيت شخص مش هيخاف، ربيت شخص هيعرف يتصرف مع الفلوس. انت كمان هتبقى سعيد ومبسوط في حياتك وتعرف تستمتع بيهم، مش هتحس ان عمرك راح في الهوا، او ان انت طول عمرك بتفني